أهلا وسهلا بكم في عفاريت في البلكونة، القناة الوحيدة اللي بتقدم لك الرعب بس بضحكة. لو دي أول مرة ليك هنا، ياريت تدوس لايك وتشترك في القناة، علشان القصص اللي عندنا مش عادية. دي قصص تخليك تضحك وتخاف في نفس الوقت. ولو انت من الناس الجامدة اللي متابعانا من زمان، فانت اكيد عارف ان احنا دايما بنحضر لك حاجة. استعد، اربط الأحزمة وافتح ودانك، علشان القصة النهاردة فيها مفاجآت، صراخات وضحكات على الآخر. يلا بينا نبدأ. المكان شقة شعبية في مطبخ صغير بالليل، والهدوء قاتل. ياهوي! في صوت في المطبخ! يدخل سامي المطبخ بحذر، ماسك شبشب. النور بيرعش وريحة غاز خفيفة في الجو، وفجأة هو انت ناوي تسخن اكل تاني؟ سيبنا نرتاح! ايه ده؟ يا نهار مش فايت، دي الأنبوبة بتتكلم. المشهد الثاني. سامي جاب صاحبه رامي علشان يتأكد إنه مش بيهزي. يعني الأنبوبة بتكلمك؟ طب ما تسألها عندها كام بار ضغط. اضغط على نفسك انت، انا شغال 24 ساعة. يلا بينا يا جدع، دي أنبوبة مسكونة. وفجأة يطلع من وراها عفريت لابس جلابية ومكتوب عليها شركة الغاز الوطنية. المشهد الثالث. جايبين شيخة بتفك الأعمال بالسلك والمفك. هاتولي جرد المية و3 ورق لورا وقارورة فاضية. قارورة ليه؟ عشان العفريت بيحب يتخزن في عبوات قابلة لإعادة الاستخدام. أنا مش كوكولا. المشهد الرابع. الشيخة بحبس العفريت في أنبوبة فاضية، لكن فجأة التلاجة تبدأ تهز وتقول: وأنا مالي؟ إشمعنى هي؟ أنا كنت فاكر البيت محتاج دهان، طلع محتاج تحنيط. شاشة سودة وصوت همسات من البوتاجاز. لسه عندنا الغاز ولسه عندنا ضحك. فرت من الضحك، وفضل العمر يصرخ والعفريت بيقرب منه خطوة بخطوة، لحد ما فجأة ايه يا عم بتهول ليه كده؟ انا كنت داخل اسلم بس مش اكتر. وبعدين فين الشاي؟ بقالنا ساعة بنرعب في الناس ومفيش ضيافة. انت دخلت في الختمة ليه؟ دي مفروض لحظة رعب مش فرجة وشاي. هو انا كمان مش من الجمهور؟ مش من حق اعرف النهاية؟ ولا العفاريت ملهاش حقوق؟ شفتوا العفاريت بقت بتتكلم كمان؟ طب انتوا شايفين ايه؟ العفريت ده يستاهل يرجع الحلقة الجاية ولا نطلق بعض ونرتاح؟ لو عايز نرجع دوس لايك دلوقتي واكتب لي في الكومنتات ارجع يا روح قلبي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، عشان اللي جاي دمه أتقل من العفريت ده.